شاكريه بالدجاج، شيء رائع جدا، تابعوا معي. هلا في عندي هون اول شيء كيلو صدوره مقطعهم انا مربعات، غاسلهم بالمي والملح الصخري، ما حطيت لهم خل مشان ما يفرط معي الحليب. بدنا ننتبه لهالنقطه كثير لانه اذا في اثار خل فيهم ممكن يفرط اللبن معي. هلا في عندي هالطنجره هي بدي اعمل لهم اول شيء تشويحه. ناخذ شي ربع كاسه زيت صغيره تقريبا، مجرد ما حمل الزيت عندي بنزل مباشره المربعات الدجاج اللي عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. الغاز لو قوي ما في اي مشكله. هلا بعد ما فورت عليهم شي 5 6 دقائق، شايفين شلون اخذوا لون كلياتهم، تشوحوا معي. بنزلهم مي سخنه، اوعكم تنزلوا مي بارده، ها مي سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بنغمرهم كلياتهم. هلا بستناهم ليغلوا شوي بقش الزفره وبنزل الباقه العطريه. في عندي بصله، هيل، ورق غار وزنجبيل فريش، شي حبتين هيك قطعتين، يعني بيعطيني طعم كثير طيب يعني. هلا طلعت الزفره تبعه من قشها، طبعا الصور ما بيطلع له كثير يعني، مو مثل الزفروج كامل. هي بعد ما قشينا الزفره تبعهم بنحط الباقه العطريه عندنا هيك بشاشيه صغيره، هيك اسهل وقت بدقيهم نكبهم يعني، احسن ما اصفي المرقه. هيك ممتازين بيطلعوا. نعمل لها الربطه، هي شاشيه موجوده عندكم بتنزلون هيك فوق المرقه وبنغطي عليها حتى يستوي شوي الفروج اللي عندي. هون في عندي كيلين لبن، 5 معالق نشا وكاستين حليب. الحليب بيعطيني هيك دسامه وشغله طيبه، هذا حليب اذا حطيناه فريش بيطلع طيب كثير. هلا النشايات احسن شيء اني دوبهم، بدي احط لهم شيء نص كاسه مي تقريبا. بالمي بدوب معي اسرع من الحليب، بالحليب بتلاقيه هيك مجبصني بيعذبني شوي، بالمي اسرع بكثير يعني بدوب معي النشا. طبعا كل المواد هي بدي انزلها هون عندي طنجره احربها. بننزل اول شيء اللبنات، هلا بنزل فوق منه مباشره النشايات، وهي كاستين الحليب. هذا الحليب بيعطيني الطعم الرائع للشاكريه، جربوها هيك وفعلا بتدعوا لي باذن الله. هلا بنعمل لهم خلطه مع بعضهم البعض مشان ينعموا تمام يروحوا. ممتاز. هلا هيك صاروا جاهزين ان شاء الله. هيك عندي اسرع. اذا ما كان في عندي مضرب او اي خلاط عندي، فبحط شبكه وبدخلهم اللبنات بالشبكه، بيطلعوا انعم معي، وطبعا بحركهم لحتى ينخفقوا بشكل مضبوط. بدي اياهم مخفوقين 100% طبعا يعني. هلا الجهاز صار له عندي 30 دقيقه، استوى اكيد عندي. طبعا انا طابخه قبل المره معايره تمام. بنحطه على جنب، عمليه تبديل. بنحط اللبنات اللي حطينا فوق النشايات والحليبات، وبنعمل دائما تحريك بدون توقف يعني لحتى يغلي معي. ياكلون تقريبا 10 دقائق 12 دقيقه. طبعا بنحرك شوي ما بدي نار قويه مشان ما يبتدعوا معي. صرنا هلا تقريبا شي 12 دقيقه عم نحرك بنفس الاتجاه. وانا علقت قبل المره يعني اذا عم نطبخ حليب او شيء مشان يعطيني لمعه وما يطلع فيه هيك برغله او شيء يعني تكتلات او شيء، بيطلع معي ممتاز جدا. طبعا نخلط بنفس الاتجاه. لحد هلا مثل ما شفتوا ما نزلت لا فلفل ولا ملح. هلا في عندي هون شي كاسه وشوي من مرقه الفروج بنزلها فوقهم، بحرك على مهلي. هلا بهالوقت هلا بنزل عندي الملح طبعا حسب الرغبه. انا حنزل معلقه ونص صغار، هي معلقه وهي نص صغار. وطبعا الفلفل الابيض كمان حسب الرغبه، انا حنزل معلقه صغيره. طبعا بنحرك حتى يختفي اثرهم ما يتموا ابدا. اخرته لانه الملح احيانا بيعطيني هيك برغله اذا حطيناه باول طبخه، مشان هيك اخرته لاخر شيء. هلا اللبن صار عندي جاهز، شايفين عطى هيك شويه بقى يعني، صار ممتاز عندي جاهز. هلا بنحط الفروجات، بننزلهم ونخليهم كمان شي 5 دقائق مشان يتفاعلوا هيك مع اللبنات. ما شاء الله ولا اروع من هيك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يجعل ايامكم ابيض من اللبنات ان شاء الله. بنحرك هيك شوي من الاطراف. بسم الله الرحمن الرحيم على الهادي. هي الاكل بدها هيك شويه هداوه يعني. هلا 4 5 دقائق صار عندي الشغل جاهز ان شاء الله. توكلنا على الله. نطفي الغاز، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اجى وقت السكن. هي شغله موجوده عندكم تسكوا فيها، ما في اي مشكله. ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يوضع البركه يا رب. اللهم صل على النور هدى محمد. ولا اروع من هيك شاكريه والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا هذه. بسم الله. يا سلام عليك. رشه فلفل اسود هيك صغيره على الرزاق. يا سلام. اللهم صل على النور هدى محمد. جاهز الشغل ان شاء الله بصحه وعافيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ندوق لقمه هيك. هي بنحط قدامها هيك لقمه رز. ما شاء الله شو الرزات. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا هدول الرزات انا نزلت لكم حلقه سابقه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. نوينا التقوي على طاعه الله. ديرنا يا هلف هذه. بسم الله الرحمن الرحيم. والله اكثر من رائعه. ما شاء الله ما شاء الله. هدول اللبنات كمان نحن مساوينهم بالبيت والله. الله يديم النعم علينا وعليكم على امه محمد اجمعين. والله يوضع لكم البركه ويفرج عنكم عن جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم صل على سيدنا محمد عدد كل شيء، وصل على سيدنا محمد ملء كل شيء، وجزاكم الله عنا كل خير. الله يعطيكم العافيه.